لما بنجيب سيرة فيراري هنا في القناة بنكون بنتكلم عن موديل أو محرك معين، لكن النهاردة الموضوع هيكون مختلف شوية لأننا هنوريك شوية حوادث قوية جدا لفيراري. اللي خلاني أصلا أعمل الفيديو ده إن أنا وأنا بنزل ريل من اللي بننزلهم عندنا على الانستجرام ظهر لي صورة من صالة عرض في كاليفورنيا ظهر فيها فيراري روما الجديدة وقعت في أسانسير موجود في المكان. جه في بالي إزاي موديل تمنه $250 يحصل معاه كده، فلما دورت لقيت إن في مشاهد كتير جدا ما تتصدقش حصلت لموديلات فيراري اللي تعتبر واحدة من أهم العلامات وأغلاها في تاريخ صناعة المحركات من زمان. وإنزو فيراري شركته موجهة للطبقة الغنية بس، فاللي بيحب فيراري قلبه هيتكسر في الفيديو ده، فجمد قلبك وشوف السرعة لو خرجت عن السيطرة للحظة النتيجة بتكون ايه. فدوس سبسكرايب لو أول مرة تشوف توين تيربو، وجهز نفسك علشان هوريك العجب في الفيديو ده. من حوالي فترة كده كنا اتكلمنا عن حوادث بوجاتي تقريبا 22 حادثة. في فيديو النهاردة هنتكلم عن حوادث لفيراري، هوريك تقريبا 20 موديل اتعرضوا لخبطات وفي منهم اتدمر بالكامل. خلينا نبدأ مع أول موديل وهو ال A12 سوبر فاست، وحش فيراري بمحرك 12 سلندر تنافس طبيعي وبسعر أكتر من $400,000. فظهر ليه حادثة متسجلة على يوتيوب لواحد سايق الموديل ده، وفي الأول كان الموضوع طبيعي لحد ما جه في ملف وقرر إنه يدوس دوسة قوية، ومرة واحدة العربية عملت أوفر ستير وفقدت السيطرة منه تماما لحد ما بيدخل في رصيف وعلى طول الإيرباجات بتفتح. وكويس إنه ما خبطش حد في الشارع أو حصل له حاجة أكبر من كده، لكن النص الأمامي ودع تماما. وللأسف كانت حادثة مش صعبة خالص، تحس إنها كانت حادثة ممكن تتلحق من البداية، لكن هو ما قدرش يسيطر على تنين فيراري اللي معاه. خليني أوريك حادثة عجيبة الحقيقة، حادثة اتشهرت جدا على تيك توك وانستجرام، وهي لموديل ال 458، موديل قوي جدا بآخر محرك 8 سلندر تنافس طبيعي أكيد. وهي حادثة لبنت كانت سايقاها وكانت ماشية عادي لحد ما بتقرر إنها تجري كمان، وكالعادة العربية عملت منها أوفر ستير، دخلت في رصيف وبعدها طلعت فوقيه ودخلت في الحيطة. الجزء العجيب إنها كانت تقدر توقف الحادثة من البداية لما دخلت في الرصيف، لكن حقيقي معرفش ليه ما نسيتش فرامل. وبرضه كان في حادثة تانية لموديل ال 458، الحادثة دي اتصورت في تركيا مع شخص سايق الموديل ده، ولكن المرة دي جوه نفق، وكان سايق بسرعة أكتر من 300 كيلو، توب سبيد خارق، أي مشكلة مستحيل يكون في رد فعل قصادها، وكان كله تمام لحد ما الكاوتش بينفجر وساعتها بيفقد السيطرة تماما، وفضل يلف ويخبط كتير لحد ما بيتوقف تماما. منظر العربية من بره محزن جدا، تقريبا ما فيهاش أي حاجة سليمة خالص، يمكن حتى المحرك مش شغال هو كمان. لكن الخبر كويس إن هو والشخص اللي كان معاه طلعوا سلام، لكن الفيراري للأسف ماتت، ومن الصعب إعادة إحيائها لأن أكيد هتكون التكلفة عالية جدا وسعرها هينزل جدا، طبعا مش هترجع زي الأول. وفي حادثة برضو تانية لنسخة جديدة تعتبر هي أقوى فيراري حاليا ال SF90، حقيقي موديل جبار بمحرك هايبريد بقوة 1000 حصان، ده اللي يخليها أول فيراري جيجا هورس باور. المهم إن الحادثة دي كانت في دبي لشخص كان سايقها، وفي لحظة واحدة كان فقد السيطرة تماما عليها وبيدخل بعدها في الحيطة. هو مش حادثة كبيرة قوي زي موديل ال 458 اللي اتكلمنا عليه، لكن الموديل نفسه غالي جدا وكمان لسه جديد، فكان صعب ان انت تشوف حاجة زي كده. الاكسدام الامامي متطبق ودخل لجوه، واكيد تكاليف تصليحها هتكون غالية جدا يا كمان. ولو انت من محبين كريستيانو فخليني اوريك حادثة مشهورة عملها قبل كده مع موديل ال 599، حصلت في سنة 2009، وساعتها كان رايح التمرين وهو في طريقه وعمل حادثة في النفق، لكن لحسن حظه انه خرج منها سليم، مجرد اصابات بسيطة وبعدها راح للمستشفى. لكن الموديل الواجهة اتدمرت تماما، ما فيهوش حتة سليمة من قدام، تقريبا ما فيش غير كريستيانو اللي خرج سليم من الحادثة دي. والعجيب انه بعد ما خلص التشيك اب بالسريع في المستشفى راح التمرين في نفس اليوم بتاع الحادثة. تخيل انك تدمر فيراري بسعر اكتر من $150,000 وقتها وتروح تكمل تمرينك عادي ولا كأن في حاجة حصلت. دلوقتي هوريك حادثة بسعر اكتر من $3 مليون، حادث للا فيراري، وحصلت في ايطاليا لموديل اللا فيراري، واللي كان بيصور كمان هو اليوتيوبر سترادمان. حادثة غريبة جدا لانها كانت ماشية عادي وخبطت في موديل. هنا لا فيراري بتستقر فوق صخرة في مشهد عجيب جدا، كل خدش في الموديلات دي بتنقص في سعر جامد جدا، والموديل اللي اتدمر جامد جدا، وفي النهاية جه winch وشال العربية وغطاها. خليني اوريك دلوقتي حادثة صراحة مضحكة شوية، هتحس انك بتتفرج على فيلم لموديل ال 296 وموديل ال F12 عن طريق شخصين كانوا بيسابقوا في شارع من شوارع ايطاليا، لكن هما الاتنين كانت سرعتهم عالية جدا لدرجة ان هما الاتنين ما بيقدروش يوقفوا عربياتهم، وبيجوا عند جنينة وبيطيروا وهما الاتنين بيخبطوا في حيطة بتاعت فيلا. حقيقي منظر عجيب لكن محزن في نفس الوقت، لان ال F12 ولعت وال 296 كمان متدمرة خالص. الموديل الواحد منهم سعره ممكن يكون 400,000 يورو، فحادثة اكيد مش سهلة. وفي النهاية السواقين خرجوا بشوية اصابات، لكن الموديلات اتدمرت تماما. بس في موديل عمل حادثة واتدمر هو كمان، موديل قديم جدا من ايام انزو فيراري، وهو ال GTO 250. الكلام ده حصل في سباق ليمان كلاسيك، اللي فهمته ان ده سباق ليمان عادي لكن للنسخ الكلاسيك. مشكلته الوحيدة ان الموديل سعره غالي بطريقة ما تتصدقش.
اتعداش، كانت في واحدة منهم اتباعت بسعر 51 مليون دولار، فأكيد مش حادثة سهلة. فكان في سباق على التراك ده وحصل الحادثة دي، واعتقد انه من المستحيل اعادة احياء الموديل القديم ده، صعب جدا جدا اصلا تلاقي قطع غيار ليه، زي برضو الموديل اللي صعب جدا هو كمان تلاقي له قطع غيار، وهو الفيراري انزو. المرة دي الموديل ده نادر جدا اساسا. والحادثة اللي حصلت دي مع الممثل الامريكي ايدي جريفن حصلت وهو بيجربها في مكان زي تراك، وكان بيجري بيها والعربية ما لفتش بيه، فبالتالي على طول راحت داخلة في الحيطة بتاعت التراك. كان سعرها ساعتها تقريبا 1.5 مليون دولار، فمبلغ عملاق اكيد. الانزو برضو ما سلمتش من الحوادث عموما، حصلت حادثة كمان لشخص كان بيعمل تيست درايف ليها، لكن للاسف عمل حادث قوي جدا واتدمرت ساعتها تماما. للاسف تفاصيل الحادثة دي مش معروفة قوي لانها مش متصورة كتير، ولكن انت لو لاحظت اغلب الحوادث لفيراري هتلاقيها متصورة ومن كذا زاوية، لانك بمجرد ما تمشي في الشارع وتشوف عربية من فيراري ممكن تفكر تصورها، ساعتها السواق ممكن يتحمس ويقرر انه يجيب اخر الموديل اللي هو راكبه، لكن للاسف مش بتظبط مع الكل وبينتهي بيهم المطاف احيانا على ونش. زي الموديلين دول حادثة درامية غريبة بين موديلين قويين جدا، واحد 10 سلندر وواحد 8 سلندر، والاتنين تنافس طبيعي، وهو بين موديل اللامبورجيني جالاردو والفيراري اف 430. الحادثة بتحصل ان اللامبورجيني كانت واقفة عادي بينما فيراري كان بيمشي والدنيا كانت بتمطر وما قدرش يوقف العربية، راح داخل في العربية اللامبورجيني. الاتنين حصل لهم مشاكل من قدام، لكن اعتقد المحركات فضلت سليمة. نخش على المرة دي مع فيراري كاليفورنيا اللي مفيش منها حاجة فضلت سليمة خالص، لان الحادثة دي متصورة وهي تحت اتوبيس. اللي فهمته انه دخل تحتيه وكل حاجة اتدمرت، العجل نفسه اتكسر واتطبق، ومنظرها حقيقي محزن جدا حتى لو كانت اقل موديلات فيراري. الحوادث اللي بتكون شديدة من النوع ده احيانا بيجي في دماغك اسئلة كتير جدا الصراحة، ازاي يعني دخل تحت الاتوبيس، او ازاي فقد التحكم بالسهولة دي؟ وحقيقي كل سبب اكيد هيكون ليه اجابة، برضو مفيش حد هيكون قاصد يدمر الفيراري بتاعته. لكن مع اليوتيوبر ده فالموضوع العكس تماما، لانه اشترى موديل الاف 8 الجديد تماما من المعرض بسعر 500 مليون دولار، وراح دمره بكل الطرق اللي ممكن تتخيلها. يعني كان بيخش جوه السور عادي، بيخش في اماكن فيها عشب، لحد ما بيجري فيها في مكان فعلا كله اعشاب وبتولع منه في النهايه. وبما اننا جبنا سيره فيراري ولعت، فخليني اوريك فيراري غرقت بنفس طريقه البوجاتي بتاعت الفيديو اللي فات، هنا مع موديل 360 سبايدر. لكن المره دي الراجل تقريبا كان قاصد يعمل كده فعلا، لانه كان واقف عادي ومره واحده فجاه رجع وبيدوس هنا بنزين مره واحده اللي بيخلي الموديل يقع في الميه. الناس ساعتها كلها كانت مستغربه ليه فعلا عمل حاجه زي كده، لحد ما بيطلعوا الموديل هو والراجل من الميه، لكن انا ما عرفتش السبب الصراحه. ده يودينا للحادثه اللي بعدها مع موديل ال 488، حصلت المره دي في جنوب كوريا. في البدايه الداش كام اللي بتصور كانت من موديل عادي، ومره واحده قرر السواق انه يخش يمين او ينقل للحاره اليمين، ساعتها لقى مره واحده فيراري جت خبطت فيه وهو نفسه بيخبط في الحيطه اللي في النفق، والفيراري قعدت تلف لحد ما كانوا خبطوا في بعض وخبطوا برضو كذا عربيه تانية. الغريب انه ما بصش في المرايه ولا ادى اشاره مثلا، مجرد انك تدخل يمين مره واحده وخلاص. في حادثه برضو لكن غاليه قوي بقى المره دي، حصلت في اليابان من فتره في طوكيو مع موديل الاف 355. الموديل ده نادر جدا، لكن لسوء الحظ ان الحادثه مع موديل تاني غالي هو كمان من مرسيدس، المره دي من فئه المايبخ. حادث شديد، الموديلين غاليين واتدمروا على الاخر خالص، مفيش حته غير وهي مفقوده او مكسوره. وده ياخدنا لموديل تاني بقى المره دي هو الاف 40. للاسف هو كمان حصل له حوادث ومتدمر. الحادثه دي بتحصل مثلا من كام شهر في المانيا لسواق كان سايقها في ايفنت للعربيات الكلاسيك، وبيدخل نفق وبيقرر انه يدوس دوسه من اللي هم، ساعتها بيفقد السيطره تماما لحد ما بتخبط في النفق نفسه من قدام. فالاكسدام زي ما انت شايف، وغطاء المحرك كمان بيتكسر. كل اللي بيتمنوه ان نظام السسبنشن الامامي يكون سليم. العربيه ثمنها حوالي 3 مليون يورو، وعداد العربيه دي ما كانش ماشي غير 21,000 كيلو. غالبا هيتعمل لها ريستوريشن بس هتاخد وقت ومصاريف كتير اكيد. بس في موديل صعب انه يتصلح، وده لانه غرق بقى المره دي. الحكايه دي حصلت في دبي من كام اسبوع. حقيقي الامطار اللي حصلت في دبي عملت مشاكل كتيره جدا للكل، كتير من السوبر كارز عطلوا او اتدمروا بسبب فقدان السيطره على الطرق المبلوله دي. المهم ان كان في جراج جواه فيراري 488 تشالنج نسخه السباقات، وللاسف اتغرق بالميه بسبب الامطار. اساسا في عربيات عاليه وعطلت، ما بالك بموديل لازق في الارض حرفيا، سعره تقريبا اكتر من 300,000 دولار. ومن حوالي 5 ايام حصلت حادثه برضه لفيراري بيستا هي كمان، المره دي بتكون في سويسرا. الموديل ده غرق تماما في نهر سويسري. صاحب الفيراري دي بيطلع سليم، لكن الموديل هيروح لساحه الخردة. اعتقد اتقال انه كان ماشي على الطريق اللي سرعته قصوى 80، هو كان معديها بكتير جدا، فبيفقد السيطره وبتقع منه في النهر ده. خلينا نختم مع موديل انا ما تعرفتش عليه، وده لان العربيه ما فيهاش حاجه تقريبا غير الكابوت والكراسي، وده لان الموديل اتقسم نصين بالمعنى الحرفي. حرفيا الموديل ما فيهوش مكان سليم او اي امل انها ترجع تاني. حقيقي الموديلات دي بننزل عليها اكيد لما بنشوفها بالشكل ده، وانا بعد ما عملت الفيديو ده تاكدت ان فيراري هي اكتر سوبر كار اتعمل بيها حوادث. فلو حابب السلسله دي كمل ونزيد
جزء جديد مثلا عن بورش او لامبورجيني المرة دي اكتب لنا في الكومنتات. بس كده، سلام.